تعالي بقى اقولك ازاي تعملي الملبن الحبل في البيت بطريقة سهلة وبمكونات كلها على قد ايدينا. وكمان هنعمل مع بعض الدومية الحمراء اللي هو الملبن الاحمر. عايزة اقولكوا بجد طعمه كان جميل جدا. يلا بينا نشوف الطريقة قد ايه سهلة وبسيطة ومن غير تكاليف كتير. يلا نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول. اول حاجة هجيب عندي كوبايتين من السكر، هضيف عليهم كوباية ونص من المية، هرفعهم على النار. تعالوا بينا بقى نجهز الخطوة التانية لحد ما الشربات بتاعنا يغلي. هجيب كوباية الا ربع من النشا وانزل عليهم بكوباية من المية، هدوبهم كويس جدا بالشكل ده كده لحد ما اتاكد ان النشا فكت معانا. بعد كده هقلب الشربات كويس جدا لحد ما اتاكد ان السكر بتاعي ده بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. هنا كان الشربات غلي اهوت. ابتديت بقى انزل عليه بخليط النشا اللي احنا عملناه مع بعض، اللي هو كوبايه الا ربع من النشا عليه كوبايه من الميه. دوبتهم كويس جدا وضفتهم على الشربات بتاعي، ودي كانت النتيجه زي ما انتوا شايفين كده. الخليط بدأ يتقل معايا بالشكل ده